السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معاكم صابلي سامبل محبوب الجماهير اللي لازم يكون في المائدة تاع العيد. ان شاء الله راح ندير 500 غرام تاع زبدة. هنا الزبدة تكون طرية شوي. ندير معاها كاس ونص تاع سكر جلاسي، وعندنا زوز صفار البيض وواحدة كاملة، وعندنا خميرة الحلويات، وعندنا الفارينة. نضربوا هذيك الزبدة مليح، هي الأولى وحدها، وديروا لها لافاني البنات. ما كانش عندي لافاني هنا، ما حطيتش، كادتني نروح نشري ما حطيتش. المهم ديروا 500 غرام تاع زبدة، وزيدوا معاها كاس ونص تاع سكر وضربوهم مليح. ومن بعد زيدوا معاها زوز تاع صفار البيض وواحدة كاملة وبيضة كاملة، وضربوهم مليح مليح حتى يتخلطوا كي من هكا. ومن بعد نجيبوا الفارينة، نحطوا الفارينة نغربلوها ونحطوا بالطرف، نحطوا بشوية هكا. هنا مستعملتش الكيلة، نحط برك ونشوف يعني عيني ميزان. نحط بشوية ونلم هكا. نزيد معاها هنايا راح نحط نص تاع خميرة القاطو، نحط نص برك. ها نحط معاها نص ونولي نلم فيها، ما نعجنوهاش، نلموها برك. ندخلوا هذيك الفارينة في الزبدة ونزيدوا بشوية الفارينة، نغربلو ونزيدوا بشوية. شوفوا هنا مستعملتش الكيلو كامل، يعني فضلت لي منه شوي هكا. نخليو العجينة تاعنا مش طرية بزاف ومش يابسة بزاف، نخليوها متوسطة برك، تكون هكا طرية شوية برك. شوفوا هذا هو القوام تاعها. نديرو من تحت بابي كويسون هكا باش تسهلنا الخدمة، ولا ديرو نيلو ولا ساشية كيما تحبوا هكا باش تسهلنا الخدمة. من بعد كي نهزوهم، باسكو العجينة طرية شوية باش يجينا من بعد السابلي طري ويذوب. من بعد تعبنا شوي كي نهزو الكعبات، على هذه ندير البابي كويسون من تحت، نحط شوية فارينة ونحط ونبدأ نقرص، ونحط بابي كويسون من فوق ونقرصها هكا ونحيها بشوية. ومن بعد نجيب الطابع اللي حابة نديرو في الفارينة ونبدأ نطبعوها هكا. هذا هو الشكل تاعها. شوفوا تهزيها فاسيلمون. مهم نحطها في البلاطو، نحطهم يطيبوا، ومن بعد كي يطيب هذا هو الشكل تاعو. بعد ما طاب ما نخليوهش يطيب بزاف بزاف هكا، جوست يحكم روحه برك شويه ونحيوه، يعني نطيبوه بيض هك شويه. وهذا هنايا الكونفيتور تاع المشماش راح نلصق بيه. نبدا نلصق في الحبات، راح نديرو سامبل خلا، يعني ما راح ندير له حتى ديكور هكا، ونحط له شويه تاع الكونفيتور من داخل وخلا. هذا هو الصابلي تاعي، هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعي تاع نهار اليوم. ان شاء الله تعجبكم لاهوسات وتسيوها في هذا العيد. نجي هنايا باش نقسم لكم وتشوفوا الحبه كيفاه جا يذوب في الفم، يعني نتيجه ولا اروع. هيا قدامكم شوفوا البنه، ما نحكي لكمش، يعني الصابلي لا يعلى عليه. ان شاء الله تعجبكم، ما تنسوش ديروا لي ابوني. سلام.